السلام عليكم، رجعت معكم بثالث فيديو بالنسبه للطلبيات او للناس اللي كيبغيو يخدموا من الديور ديالهم. في الفيديو الاول كنت شاركت معكم ميني بيتزا، وثاني فيديو كنت شاركت معكم بطبوط معمر، وهذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم ميني باغيط كيجي في الفران بواحد الحشوه اللي لذيذه مع ذكر الاثمنه بطبيعه الحال. واخا كنلاحظ واحد الحساسيه بالنسبه للاثمنه، غير نتفقوا على حاجه وحده، انا كنشارك معكم الاثمنه اللي كنخدم بيهم. علاش؟ يعني على حساب السلعه اللي تقديت او لا بشحال خديتها، وعلى النوعيه اللي كنخدم بها. مثلا غيكون اختلاف حتى في الدقيق شحال من حاجه. هاد النقطه كنتمنى نتفقوا عليها. فندوزو للعجينه ديالنا مباشره. عندي هنا كيلو ديال الدقيق حيت غنخدم كميه كبيره، وعندي 4 كيلو ديال الفينو. تقدروا تستعملوا غير الدقيق الابيض بوحدو. كنديروا معلقه ونص ديال الخميره، كتبقى على حسب الجو ديالكم، خميره الخبز، الملحه، واحد المعلقه السكر، واحد خماره وزن 8 غرام ولا 7 غرام اللي عندكم. من بعد ما كنعجن العجينه بالماء دافي، في الاخير كنزيد لها واحد 2 معالق كبار ديال الزيت، وكنحاول ندخل داك الزيت في العجينه، كنغطي عليها، كدوز واحد 5 دقائق، وكنعاود نعجنها غير شويه باش تولي لينا هكا ملسه، وكنغطي عليها وكندوز باش نوجدوا الحشوه. واحد الحشوه اللي كتجي لذيذه، تقدروا توجدوها بزاف ديال الحوايج ماشي غير هاد ميني باغيط هذا. في المقله كنديروا الزيت، البصله، وكنزيد عليهم الكفته ديال العدن. هنا الا لاحظتوا معايا مباشره زدت الكفته وزدت عليها الثومه، الملحه، وشويه ديال البزار، وكتشحروا ديك الكفته ديالكم مزيان مع ديك البصله والثومه. علاش زدت الثومه مباشره؟ حيت ديك الكفته ديال العدن انا خصوصا ما عنديش معها بزاف، ولكن فاش كندير لها الطريقه كتجي لذيذه ما كتعرفوش شنو هي كاع. وكنزيد ليها السبانخ، واحد الكميه. المهم نتوما غديروا على حساب الحشوه اللي بغيتو. وكنزيد القزبر والمعدنوس. يعني الا لاحظتوا هاد الحشوه هذه ما فيهاش بزاف ديال التوابل باش ما نغمقوش على ديك النكهه. فكيف ما شفتوا معايا درت البصله، الكفته، الثومه، البزار، الملحه، القزبر ومعدنوس والفرماج في الاخير. انا درت الفرماج الحمر مع واحد الفرماجه مثلثه، نتوما ديروا اي فرماج بغيتو. غير هذا الفرماج اللي درت هو اللي شاركت معكم في البيتزا، هذاك كرون، هو اللي شاركت هنا. شوفوا معايا راه كيعطي كيف ما قلت لكم التعليكه وداك والمذاق، وكيطلق لكم هذوك الخيوط اللي كلشي كيقلب عليهم. صافي كتكون الحشوه ديالنا واجده ساهله لذيذه كيف ما قلت لكم. بهذه الطريقه هذه ديك الكفته ديال اللدن ما كتحسوش بها واش ديال اللدن. هنا كنوريكم راني وجدت غدايا، عاد كنوجد في الطلبيه ديال اليوم. يعني غير بغيت نبين لكم فاش تبغيو توجدوا مثلا شي طلبيه من بعد شي فيديو اخر غادي نهضر معكم على هذه المساله. فضروري كندير واحد التوازن، واحد التخطيط باش نقدر نوفق ما بين طلبيات وما بين داري وما نتغلبش. هنا الحشوه ديالنا غادي نخليوها تبرد، ضروري اي حشوه خاصها تكون بارده. وكنرجعوا للعجينه ديالنا غادي نقطعوها. كل كره درت فيها 60 غرام، يعني كنعبر بالميزان باش يجوني قد قد، وكتكونوا عارفين هذه بشحال الثمن ديالها وهذه بشحال كتبيعوها. صافي هنا بعد ما غادي نقطع دوك الكرات كاملين، عاد نرجعوا باش نشكلوهم. وكيف ما درت معكم في الفيديو اللي قبل ديال البطوط معمر، غادي ندير معكم حتى هنا. حيت في اي حشوه كنديرها كنشد هذيك الحشوه وكنقسمها على عدد الكرات اللي عندي. نتوما ديروا عينكم ميزانكم، ولا المهم ديروا اللي بغيتو. انا بحال كندير معلقه كبيره في كل كره ديال العجين. صافي كنشكلهم بهذه الطريقه هذه. انا هنا كنوريكم غير الاساس، وانتم بدعوا ديروا اللي بغيتو. ديروهم ميني باغيت، ديروهم على شكل مثلث، ديروا على اي شكل بغيتو. انا كنوريكم غير الاساس وصافي. وكيف ما قلت لكم بالنسبه للبنات ولا حتى الاولاد، كاينين حتى الاولاد اللي كيخدموا الطلبيات من ديورهم، فضروري خاصكم ديروا تحضير المسبق والتخطيط باش يمكن لكم توفقوا ما بين الطلبيه وما بين الحاجه الثانيه اللي عندكم. كاينه اللي عندها وليداتها، كاينه اللي عندها مسؤوليات. فضروري من التخطيط ومن التحضير المسبق باش يمكن لكم توازنوا. كيف ما وريتكم انا دابا هنا راني وجدت غدايا الضريره كنجمعها مع الصباح. وانا الاغلبيه الطلبيات كنخدمهم
مورا الغدا قليل اللي كنخدمهم في الصباح، الا كانت عندي هكا شي حاجه مثلا شي طلبيه للغدا ولا شي طلبيه للكوتي خصني نوجدها في الصباح فكنوجدها. اما الاغلبيه اللي كنتفق معاهم كنوجد لهم الطلبيات ديالهم في العشيه، باش هكا كنخلي داك الصباح ليا لداري كندير فيه بزاف ديال الحوايج وهكا ما كنضغطش. وما تنساوش دائما خلي واحد النهار للراحه ديالكم، يعني لنفسكم ضروري تسبقوها هي الاولى. هنا بعد ما سالينا دوك الخبيزات ديالنا الفيديو راه شارح نفسه بنفسه. صافي كنساليهم كندير ندهن بالبيض مع شويه ديال الحليب وشويه الخل، اولا ديروا صوص الصوجا ولا اللي بغيتو. صافي كندهنهم وكندير البافو و الشوفان، وهنا من الفوق ديروا اللي بغيتو، اي حاجه متوفره عندكم، اي حاجه بغيتو تزينوا بها ديروها من الفوق. صافي وغندخلهم يطيبوا مباشره. الا بغيتو هاد الميني باغيط ولا هادو ما يجيكمش فيهم اللبابه بزاف ما تخليوهمش يخمروا، يعني كنخليهم يخمروا المره الاولى قبل ما نعمروا. فاش كتعمروا الحاجه مباشره طيب تكونوا كتزربوا ولا تكونوا سارعين شويه. كندخلوهم يطيبوا في الران عادي حتى كيطيبوا لينا من التحت بحال كطيبوا الخبز، حتى كيطيبوا لينا من التحت كنحمروهم من الفوق وكيكونوا واجدين. غير هي الملاحظه اللي قلت لكم ما تخليهمش يخمروا المره الثانيه باش ما يجيكمش فيهم البابه ولا يجيكم هكا عامرين بزاف. يعني بهذه الطريقه كتجي الحشوه باينه الوسط. كنتمنى نكون ما نسيت لكم حتى شي حاجه وشرحت لكم مزيان. بالنسبه للاثمنه هادو كنحسبهم ب4 دراهم، راه فيهم الرباح. كفته اللدان راها عرفتوا دابا دايره 50 درهم للكيلو، يعني انا هنا استعملت في هادو 250 غرام ديال الكفته مع لي زيبيناغ دايرين كتاخدي غير نص كيلو ب10 دراهم. راه فيه واحد الكميه اللي معقوله تقدري تخدمي بها بزاف ديال المرات. هكا شويه الفرماج وهذا الشيء باش زوقنا البافو وداك الشيء بصيله، يعني راه فيهم واحد الرباح الحمد لله. غير هو واحد الحاجه اللي قلت لكم بالنسبه للاثمنه راه كيبقى على حساب داكشي اللي درتو نتوما، على حساب السلعه اللي تقديتو. راه كاين فرق ما بين انا كنخدم مثلا بالدقيق 25 ماشي 25 عفوا، مثلا كناخذ 25 كيلو ديال الدقيق ب100 درهم الخاص بالحلويات شي حاجه اللي زوينه، على دقيق اللي كتاخدي انت مثلا ب85 درهم. فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ يعني الاثمنه ماشي غادي تدي على الثمن ديالي انا. وحده غتقول لي لا راكي كتغلي، انا على حساب المنطقه فاش انا ساكنه، على حساب السلعه باش خديتها والنوعيه ديالها. هنايا راني كنحط لكم الصور غير باش كنكمل الفيديو في الهضره. هنا كانت عندي طلبيه ديال الكيك، ولا تعطلت عليكم سمحوا لي حيت انا حتى كنسالي طلبيه اولا حتى كنسالي التصوير ديال الفيديو عاد كنجلس وكندير المونتاج. يعني كنحتاج وقت، يعني ما كنهضرش وانا خدامه. هادشي اللي كيخليني انني نتعطل لكم، وهذا الوقت يعني صعيب باش كنلقاه نجلس وندير المونتاج. دابا راه الصباح هذا باش راني دابا كندير لكم المونتاج ديال هذا الفيديو. كنتمنى نكون ما نسيت لكم حتى شي حاجه، والا شفتوني نسيت شي حاجه في الفيديو كتبوها لي في التعليق واكيد غادي نقول لكم ولا غادي نجاوبكم. والى اللقاء فيديو جديد مع وصفات جديده باذن الله. مع السلامه.